الفيلم كيبدا في مدينه بافالو بنيويورك. هنا كنتلاقاو مع الراجل اللي سميتو هنري، خدام في لوطوروت، كيعيش حياه ممله وروتينيه مأوده. في واحد الصباح منين كيسالي الخدمه ديالو بالليل كيرجع للدار باش يفطر مع المراه ديالو اللي سميتها ديبي، وهما كيهضروا شويه. قالت لي بغيت يكون عندنا ولد، ولكن هنري كان متردد وما مقتنعش بهذه الفكره. هادشي كيقلق ديبي وكتسولو واش باقي كيبغيها، وبطبيعه الحال كيقول لها مازال، ولكن التعابير ديال وجهه كتقول العكس. شويه كيدق في الباب صاحبو ايدي ومعاه واحد الراجل سميتو جو اللي بارك غير كيتقيا قدام باب الدار، باينه ضارب شي نص ديال 5 دراهم ما فيهاش. المهم كيدخلوا للدار وحيد ديبي في رمليه بدات كتعتني بيه. ايدي كيقول لهنري كانوا غاديين يلعبوا البيسبول، ولكن فاش مرات جو ما قدرش يمشي وقال لي يلا تلعب في بلاصتو. في الاول ما بغاش يمشي ولكن بقى كيطلب فيه حتى وافق. من بعد كيمشيو وكيوقفوا قدام بنك بافالو. ايدي وصاحبو كيقولوا لي تسنى هنا غادي نمشيو نتيريو شي فلوس ونجيو، ولكن في الحقيقه هما شفاره حيت كيلبسوا الماسكات وكيدخلوا البنك بالسلاح. هنري كيبقى في الطوموبيل حير وما فاهم حتى وزه. شويه كيكتشف الطوموبيل مسروقه حيت ديما راهو لاباد سلوكه. من بعد الالارم كتضرب وايدي وصاحبو كيهربوا من البنك. واحد السيكوريتي سميتو فرانك كيشوف هنري لابس نفس اللبسه ديال الشفاره كيشدو كيعيط للبوليس. في الكوميساريه البوليس كيعرفوا ماشي هو اللي سرق وكيسولوا على صحابو، ما بغاش يقر لهم بالحقيقه، وبسبب هادشي كيتحكم ب3 سنين ديال الحبس على جريمه ما دارهاش. منين كيدخل الحبس كيتلاقى مع واحد الشيباني في الشومبر سميتو ماكس، حباس قديم عنده الحبس عادي دخل خرج. ماكس كيسولو علاش دخلتي للحبس. هنري كيقول لي دخلت على السرقه ولكن انا بريء. دازت واحد الوقيته ولاو صحاب وماكس كيبان خبره. كيقول لهنري الجريمه الحقيقيه هي الانسان فاش ما كيتبعش الحلم ديالو، وكل حباس هنا كانوا عنده احلام كبيره ولكن غير وقعت شي حاجه خايبه وخلاتهم يوصلوا لهاد البلاصه. ومن بعد كيسولوا شنو هي الاحلام ديالك انت. هنري كيصدمو كيقول لي ما عندي حتى شي حلم. من بعد 6 شهور ديبي كتمشي تزور هنري في الحبس، وبشكل مفاجئ كتقول لي ولات كتبغي شي واحد اخر. ولكن هنري ما كانش متاثر ولا حس بالخيانه، بالعكس كيتمنى ليها غير الخير. والموش الطابع حتى لقى الحبس. من بعد عام كنشوفوا هنري كيتسارى مع ماكس والحباسه الاخرين. ماكس كيقول لي ديما كتكون عندي مراجعه ديال الصراح، كيشوفوا واش تربى ولا مازال باش يطلقوا سراحه. ولكن ديما كيقول المسؤول الا خرجت من الحبس غادي نمشي للدار، اول حاجه غادي نقتل الكلب ونحرق الدار ونقطع اللسان ديال اي حاجه كتنفس. هادشي كامل حيت ماكس ما باغيش يخرج من الحبس، تعود عليه ولا كيحس بالراحه فيه اكثر من الدار. من بعد هنري كيسول شنو الحلم ديالك، وماكس كيجاوب باللي هو ديجا كيعيش الحلم ديالو، هو يبقى في الحبس وتبان ليه الحريه. من بعد مده كيجي الدور ديال هنري باش حتى هو يدوز في مراجعه الصراح، وكيبان حتى هنري ما باغيش يخرج ولكن ماكس كيشجعو وكينصحو باش يهضر مزيان وكيتمنى ما يشوفوش هنا. وفي الاخير كيعيطوا لهنري على قبل الصراح وكيخرج من الحبس قبل الوقت. هنا كيرجع للدار ولكن كيتصدم فاش كيلقى ديبي مع جو، ومن فوق هادشي حامله منه. شويه بدا كيجمع في حوايجه وجا عنده جو قال لي عندي لك واحد الخدمه، غير واحد النظام ديال النصيب بحال الهرم. هنري ما قبلش هادشي وجو كيشكرو حيت ما جبتش سميتو في الكوميساريه، ولكن هنري قال لي انا اصلا ما كنعرفش سميتك. ديك الليله هنري كيتفرج في التلفازه وكيشوف واحد المركز ديال الاشهار ديال القمر سميتو بافالوتو. الغد اللي حس براسو ممل وما عارفش اش يدير، كيرجع للبنك وكيبقى غير يشوف بلا حتى شي سبب. من بعد كضربوا واحد الطوموبيل صايقه مرا سميتها جولي، هبطات وقالت لي هذاك الحمار واش ما كتشوفش فين غادي. ولكن السيكوريتي كيقول لها كوني تحشمي انت اللي كنتي صايقه وكتهضري في التليفون، لا فوت ماشي ديالو. شويه كيعاون هنري وكيدير القهوه. جولي كتقول لي يلا نديك للسبيطار، ولكن السيكوريتي كيقول لها صافي بلاش راه ولا بخير، تخليه يدبر على راسو صاحبي. المهم هنري كيعرف هاد المراه هي نفسها اللي شافها في الاشهار ديال القمر. فاش كتمشي السيكوريتي كيدخل للطواليط وهنري كيقرا واحد الجورنال قديم كان معلق في الحيط على نفس البنك اللي تسرقات في الثلاثينات، حيت شي عصابه دارت نفق تحت الارض بغرض التهريب. النفق كاين في واحد المسرح حدا البنك، ومن تما استعملوه باش يديروا اعظم سرقه في التاريخ. هنري فاش كيشوف هادشي كتجي فكره وكيمشي للحبس عند ماكس. كيقول لي دابا ولا عندي حلم، والحلم ديالي هو نسرق بنك بافالو، نفس الجريمه اللي تحكم عليها دولمان. وكيطلب ماكس يعاونو باش يديروا شي خطه، ولكن ماكس كيتصدم وكتبان ليه السرقه فكره غبيه وكيرفض يخرج من الحبس حيت خونا ولا عنده فوبيا من الحريه والحبس هو دارو. هنري بقى يهضر معاه وقنعو باللي خاصو يخرج وما يضيعش حياته ويموت في الحبس. الاخوان فضلا وليس امرا، دابا واش انا ما نسالش 10000 متابع؟ راه التشجيع ديالكم هو اللي كيشجعني ندير فيديوهات جداد. بليز شاركوا في القناه باش العائله تزيد تكبر، ما تخسروا والو. وما تنساوش واحد جيم وبارطاج مع صحابكم. من بعد هنري كيمشي للمسرح اللي حدا البنك، وتما كيشوف جولي كدير التمارين على واحد المسرحيه روسيه مع الجروب ديالها. المخرج كيبان كراب وكيبدا يخاصم عليها، كيقول لي خدمتك ماشي مزيان. جولي كتعصب وكيطيح ليها المورال. من بعد كتشوف هنري وكيخرجوا ويمشيو للقهوه اللي قريبه منهم، وهو يبدا يقول لها انت كتعرفي تمثلي وعجبني الدور ديالك. وهي كتحس براسها مزيان فاش سمعات هذا الشيء وشكراتو حيت ما دارش بها دعوه على الاكسده اللي وقعت من قبل. في بلاصه اخرى كنشوفوا ماكس في المراجعه ديال الصراح، والمفاجاه كيهضر مزيان وباللي غيكون انسان صالح في المجتمع، وهاد المره كيطلقوه. من بعد هنري كيمشي عنده باش يجيبو، ولكن ماكس كيتصدم حيت هنري ما عندوش حتى الطوموبيل وباغي يسرق بنك. هادشي كيطلع عليه الطونسيون وكيبغي يرجع للحبس، ولكن هنري كيبقى يتسايس معاه وكيقول لي راه الطوبيس قريب من هنا وغنمشيو فيه. من بعد كيمشيو للقهوه وكيبداو يدرسوا الخطه. هنا ماكس كينتبه لواحد البلان باللي الخريطه
قديمه وعندها اكثر من 80 عام، يعني ما يقدروش يعتمدوا عليها. تما كيسول هنري واش عندك السلاح، كيقول لي لا، حيت هو ما باغيش يأذي شي واحد. من بعد كيمشيو للبنك وكيديروا فيها كليان جداد. ماكس مع خبره كيسول الموظف بطريقه ذكيه على تاريخ البنك، والموظف كيقول لي فاش كنت صغير عمي حط الفلوس في ذاك الكوفر وقال بلي قدروا يبقاو حتى ل 300 عام ما كاينش مشكل. ماكس كيسولو واش انت متاكد بلي ما كتغير حتى حاجه. الموظف قال لي واش حنا كنلعبوا هنا، راه من 1891 كلشي باقي كما كان. من بعد كيسولو واش من النوع ديال الحساب اللي باغي نتفتحوا، ولكن هما كيقولوا عطينا وقت نفكروا ورجعوا عندك. من بعد كيتحركوا من البلاصه. هنا السيكيوريتي كيرد لهم البال شويه، مشاو للمسرح باش يقلبوا على النفق وكيلقاو جولي مره اخرى. ماكس كيقول لي كنت ممثل من قبل وكنت كندير المسرحيات هنا، وبطبيعه الحال كيستعمل الاسلوب ديالو باش يتقرب من واحد الموظف سميتو سيمون، وقال لي بغينا نديروا شي دويره في المسرح. وفي الجوله ماكس بدا كيهضر على النفق بحال الا ديجا كيعرفوا. هنا الموظف طلق ليه اللسان وقال لي من النفق كيخرج ديريكت في الغرفه ديال الممثل الرئيسي، ولكن تسد في 1931. ماكس كيتطوع باش يخدم في المسرح، وسيمون كيقول لي يجي مرحبا من غدا. في بلاصه اخرى هنري وجولي كيهضروا وكتسول واش ماكس هو باك، كيقول لي لا. كتسولو عاوتاني فاش خدام، كيقول لي قلبي عليا الله يرحم لك الوالدين راه يلا خارج من الحبس. واخا هكذا كيبان باللي عاجبو الحال معاها. داكشي علاش كيقول لي واش نقدروا نخرجوا نتعشاو فاش تسالي من المسرح، وهي كتوافق. في العشيه هنري كيوجد راسو مزيان وكيمشي للريستو. جولي كتجي معطله ومعصبه شويه، كتقول لي انا عييت من هاد البلاصه ونهار غنسالي هاد المسرحيه غنمشي لهوليود باش ندير التمثيل. كتسولو علاش دخلتي للحبس، كيقول لي كنت غادي نلعب البيسبول حتى لقيت راسي في الحبس، وهاد المره كيقول لي باغي نسرق البنك بصح. هنا تخلعات وفي نفس الوقت بدات كتضحك. من بعد كيمشيو لدارها وكتخليه يقرا السكريبت ويدير التمارين. كطلب منه يلعب الدور الرئيسي في المسرحيه. هنا جولي كتصدم فاش هنري تقن الدور مزيان وعنده موهبه طبيعيه. من بعد كتطور الامور وكيباتوا مع بعضياتهم. المهم كملوا من راسكم. الغد لي هنري كيجيب جولي لدارو، ولكن ماكس ما كينتابش لهضرتو، نسى راسو حتى جبد موضوع السرقه. ولكن هنري قال لي غير كون هاني راه جولي في راسها هاد الشيء. ماكس تعصب حيت عاود ليها البلان، ولكن هنري ديجا قنع باش ما تقول حتى شي حاجه لشي واحد. المهم من بعد ماكس كيمشي للمسرح باش يتطوع، وكيكتشف باللي خاصهم يدخلوا لغرفه الممثل الرئيسي، حيت من تما يقدروا يدخلوا النفق القديم ويكملوا الحفير بلا ما يسيق لهم شي واحد الخبار. هنا طاحت عليه فكره باش يحيدوا الممثل الرئيسي ويدير في بلاصتو هنري، ولكن هنري ما مقتنعش حيت ما عندوش تجربه في التمثيل. الغد ليه الممثل الرئيسي كيستقل وكيمشي بحاله حيت لقى شي دور كبير في بلاصه اخرى. هادشي كيقلق المخرج والجروب كامل. هنا ماكس كيستغل الفرصه وكيحاول يقنع جولي باللي هنري هو اللي غيكون في بلاصتو. هي كترفض وكتقول لي هو عمره ما مت، ولكن ماكس ضغط عليه وقال لها ما تضيعيش هاد الفرصه، راه هو اللي غيعاوننا في السرقه. كتصدم فاش كتعرف ماكس هو العقل المدبر، وفي الاخير كتوافق بصعوبه، ولكن المخرج كيرفض الطلب ديالها وكتقول لي غير عطيه فرصه. المهم عطاو باش يدير التجربه الاولى ما صدقاش، ولكن من بعد كيخلي بنادم غير حال فمه وكلشي كيقول باللي هو ممثل مزيان. هنا كيعطيو الدور الرئيسي واللي غادي يخليه باش يدخل النفق. من بعد هو وماكس كيهرسوا الحيط وكيلقاو النفق مسدود وكيبان باللي فيه الخدمه بزاف وخاصهم شي واحد اللي يعاونهم. في ديك الليله كيتلاقاو مع الجو اللي كان مكعكع حيت المشروع ديالو فشل وما بقاش قادر يصرف على مرته وولده. كيعرضوا عليه باش يشارك معاهم في السرقه، ولكن مع هو واصله ليه العظام كيوافق بلا ما يفكر. دازت شي ايام ثلاثه كيبداو يحفروا، وفي نفس الوقت هنري كيتمرن على الدور ديالو في المسرحيه. في واحد العشيه وهما خارجين من المسرح كيجي عندهم السيكيوريتي فرانك، كيقول لهم النهار الاول وانا حاضيكم كتجيو المسرح وشاك باللي كديروا شي حاجه، ولكن كان متردد باش يعيط للبوليس. هنا باش القضيه تمشي مزيان غيدخلوه معاهم وكيقولوا لي باغي نسرقوا البنك. السيكيوريتي كان كيتسنى هذا البلان شحال هادي وكيوافق. كيقول لهم كل شهر كاينه واحد الطوموبيل كتجيب 12 مليون دولار، انا غادي نخدم معاكم من الداخل باش نطفي الالارم ونسهل عليكم الدخله. ولكن هما كيشكوا فيه وخافوا لا يكون شي قالب غيديروا ليهم، وكيسولوا علاش انت اصلا باغي تشارك في السرقه. هنا السيكيوريتي كيقول لهم مراتي كانت مريضه ونهار طلب البنك باش تعاونوا ما بغاوش، واخا مدوز معاهم 30 سنه ديال التاساسيت وصرف عليها كاع داك الرزيق اللي كان عنده في الاخر ماتت. هنا كيعرفوا باللي عنده السبب علاش باغي يشارك وكيوافقوا باش يدخلوه معاهم. الغد ليه في المسرح فاش كانوا كيديروا التمارين، المخرج كيغوت على جولي وكيقول لي انت ما عندكش الاحساس حيت عمرها بغات شي واحد. هادشي كيجرحها وكتبدا تبكي وخرجت بحالها. هنري تبعها باش يواسيها، هي كتقول باللي انا ممثله واعره ولكن الناس ما كيلاحظوش هادشي. هو كياكد ليها باللي انت واعره في التمثيل وكيبوسها ايزي، وكتبان العلاقه بيناتهم بدات كتطور. في ديك الليله هنري وماكس كيوجدوا الخطه، شويه سمعوا الدقان. هنري حل الباب وكيتصدم فاش كيلقى جو مع ايدي، وكيبان باللي جو ضارب شي كويسات، يعني قال لي كلشي على السرقه ودابا ايدي حتى هو باغي يشارك في السرقه. ماكس ما كيعجبوش هادشي وكيقول لي هذاك راه غير كيخربق مع السكران، ولكن ايدي عصبه كيقول لي لا راني متاكد نتوما باغيين تسرقوا البنك. حتى بداو يتضاربوا، ولكن هنري كيوقفهم وكيقول لهم هنيونا من الصداع وكيوافق باش يدخلوا معاهم. الغد ليه هنري كيعرف باللي العرض الاول ديال المسرحيه غيكون نفس الليله ديال السرقه، وكيولي حاير حيت خونا ولا كيبغي جولي وما باغيش يخسرها. ولكن ماكس كيفكروا باللي هو اللي خرجوا من الحبس وما خصوش يتراجع. في العشيه كيقول جولي غادي نسرقوا البنك في الليله ديال العرض ديال المسرحيه. جولي كتعصب حيت هو البطل ديال المسرحيه وبلا بيه ما غاديش تدوز، وكتظن باللي كان غير كيستغلها، ولكن هو كيقنعها بالعكس وكيطلب منها باش تمشي عنده لكاليفورنيا من بعد.
وهي راسها قاصح ما كتبغيش. بعد شي ايامات كتجي ليلى المعلومه، كان كلشي حاضر في المسرح وبنادم مشغول، وفي نفس الوقت كتجي الطوموبيل تاع الفلوس وفرانك كيعطي الاشاره. هنري كيبقى يمثل، وفاش سالا الدور ديالو مشى باش يعاون صحابو. ماكس وجو ايدي مشاو النفق باش يكملوا الخطه، ولكن جو كيمرض وكيبدا يتقيا. ايدي كيستعمل المعدات اللي جابو باش يحل الخزنه، وفي الاخير فتحوها وكيسرقوا الفلوس وكيعمروا بهم السيكان وكيديهم للفيستير. ولكن ايدي كيبان على حقيقته، كيجبد السلاح على ماكس وكيقول جو باش يحط الفلوس في الطوموبيل. جو كيقول لي لا ما ديرهاش، ولكن ايدي راسو قاصح. في ديك اللحظه كيدخل هنري وكيهدو حتى هو، ولكن ماكس كينوض وكيحيد ليه السلاح وكيبداو يتخابطوا. في وسط هاد الفوضى كتطلق قرطاسه وكتجي في رجل هنري. من بعد ماكس كيطيح ايدي وكيربطو وكيخليوه في النفق، كيهزوا الفلوس وكيمشيو. ولكن في الطريق هنري كيقول لهم خاصنا نوقفوا حيت خاصو يرجع للمسرح. جو ما كيعجبوش الحال، ولكن ماكس كان عارف علاش باغي يرجع. هنري كيرجع للمسرح وكيوقف العرض في الوقيته اللي مازال رجلو كتسيل بالدم، وكيقولها قدام الناس باللي كيبغي جولي. كيخلي الناس مصدومه اكثر من جولي براسها، وهادشي كيناسب حتى القصه ديال المسرحيه وكيعجب الجمهور بزاف. جولي كانت معصبه من هادشي، هنري كيقول لها يلاه معايا وهي كترفض وكتقول ليه سير غير انت، ولكن الجمهور كيشجعها باش توافق، وحتى المخرج كيعجبو الحال وكينقص الضوء في الوقيته اللي كيتسناها باش تجاوب. هي ما كتقولش ولكن غير الابتسامه ديالها كتبين باللي وافقات، وكتقرب ليه باش تبوسو. والفيلم كيسالي هنا قبل ما نعرفوا شنو غيوقع من بعد. إلا عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على زر الاعجاب واشترك في القناه باش يوصلك اي جديد. راه التشجيع ديالكم هو اللي كيخليني ندير ملخصات اخرين. وما تنساش تخلي شي تعليق، قول لي شي اقتراح من فيلم نقدر ندير عليه ملخص.